عليك في مواعيد الدين. انا مش قلت لك البت دي مش سهله. البت دي مش سهله، مش شايفه رجاله في العزبه دي ولا ايه؟ هذا عوض ايه؟ وبعدين انا صارف ومكلف على نفسي عشان بنت الكلب دي تروح لبسيوني وتسيبها ابو فياض. وقت صوتك بس انت هتطلعها. يلا بينا خلينا نصنطه ونشوفها بتعمل ايه. تعال. مسبقة كله على نظافة. هنقلعك الاول ونظبطك، ما تنحرش بنتي. هي الحكايه. وهي لما تقلع بسيوني وتسيب ابو فياض. اما انت اللي مايل. يبقى الدنيا فيها هي لو لاقي واحد حميش مش عارف كرش موجود، فخده موجود. ما هو قرشك ده هو اللي معطل الدنيا. بالراحة، انت مستعجل ليه؟ بالراحة. يا ساتر. الولية دي خلتني على سرعة 160 يا ده. خليتها نجري على البوابة. انا هنكسر الباب. انت كده بقى بان عليك النظافة، ده انا هنجيلك كل يوم. بقى هجيلك كل يوم؟ هتعمل ايه كل يوم؟ بسيوني عربية الطلاق مجمل بس حمش دماغه شغال. دي تيجي البسيوني وتسيب ابو فياض. طب هو دماغه شغال. عربية الطلاق يا بسيوني منع. وان استني عندي. تعال استنى. يا مطلوبة تعدي وتدخلي وتطلعي وتعملي وتخلي عاوزين ترسلين. امال احنا رحنا فين؟ نظبط الجوال. براها عليها دي انوسي يا غبي. اشمعنى عندنا تضرب وعندك تضرب؟ عاوزاه يا ابو فياض، انا مرات راجل برضه. هو باين اهو. عامله يا قطه بقى سايبه ابو فياض، ها؟ ودايره رايحه جايه على الجيس، وانا طول السنه قاعد على الجيس جلبتي انبرت من تحت من كتر الجهل. احترم نفسك يا راجلين. وبعدين يا مفضل ولادي يا مرة عامله علينا كده. مرة حراقه فعلا. والله انا لقينا الفزاع. فزاع حلو. فزاع يعرف اللي انت بتعمليه يا اختي. حيل نعمل ايه؟ اصلك انت ما تعرفش حاجه. روح بص بقى. انا مش عارف حاجه. استنى روح يقول الفزاع وانا هنقول له ايه اللي انت بتعمليه ورا عندي. ها كل يوم رايحه اصلك انت راجل وسي. مجنك هتكون احنا كمان هنقوله. اصلكم انت والرجلان ضميركم وسي. لا ما تيجي نشعبط. لا وسي. شطه الجيل. وسي. عاوز ايه يا واد يا وسي؟ تعال نشعبط الجرد بالشطه الجيل. خد والله يحرق كده يا ولي الذكر. يا راجل يا وسي خيانتي. يا طبيعي. عامل ايه يا ولد؟ كويس. لا ايه النظافه ديت وايه البسكوت دي؟ انت يا ولد ايه الخد بيجيلك منين يا ولد؟ على باب الله يا على باب الله؟ يعني اني يا دوب نطلع نلاقيك انت واحد اوعى تكون بتشوفها. انا مش عارف يا ولد. لا والله يابا، واحدة بتيجي تغسل لي وتلبسني وتوكلني كمان. وهي بتجيب لك البسكوت دي؟ مين دي يا ولد؟ والله ما نعرف. ما تعرف؟ ده مين اللي بتعمل خير دي؟ ومين اللي هتشغل بالها بعيل كفيف زي كده؟ والله يا ابني ما انا عارف. يعني انت ما عرفتهاش مين يالا ولا مرات مين ولا بنت مين؟ لا هو انا بنشوفها عشان نعرفها يابا. وهي اللي ملبساك كده ومزنتهاك؟ يا حلاوه يا ده طبيعي. يلا يا ابني رزقك. وبعدين يعني يمكن بتعمل كده لله وما فيش في دماغها حاجه. طب ما طلبتش منك حاجه ولا تاخد بطه من جوه ولا معفن ولا حاجه؟ لا. سبحان الله يا اخوي. المهم انا انت هتتغدى ولا كده هتشبع ولا ايه؟ كده هنشبع زي بالك كمان بسكوتي. طيب انا هندخل نجيل لي شويه ونروح الشغل. ماشي يا طبيعي؟ ماشي. ماشي بالهنا والشفا. شوفها هي فين اخويا. اهي يا حبيبي.
ماشي يا حبيبي. سلام عليكم يا حبيبي. يا بوي يا رب يا رب ما حد يشوفني يا رب، ده العزبة المال اتشغل. يا رب ما حد يشوفني يا رب. ودي عوضيه الوليه دي عليها طوابق بالثلاثه. دخلت يا ابو فؤاد الدار اهي. دخلت. تعال انا قلت لك الوليه بنت الكلب دي محدش مالي عيني، بس انا هنقول لك كلمتين اتنين. عليها الطلاق لنروح الفزاعه نقول له ما دام هي شمخه نفسها علينا كده واحنا مش عارفين ناخده معاها لا حق ولا باطل. بس نروح نصنف على 5 كده كمان يلا نيجي. ولا يا فياض سامع حاجه؟ انا لسه ما سمحت. الواد فزاع دي نعجه اصلا. يا راجل النعجه كله برا. نقول لك ايه؟ هتقول له الموضوع دي هيطول. طويل. اصبر شويه وانا ما كان على نظافه المره اللي عدت، المره دي هيطول. اصبر وانا هنظبطك. ما هي نظفت والنوم هيطول. الطلاق الواحد بيجيب النفر من دول. تقول انا مش عارف اللي مش قد الشغل المفروض ما يشتغل. هو بيسترزق فيه. ايه رزاق؟ احرموا عامل ايه يا منحان؟ عامل ايه حضرتك شايف؟ الواحد بيجيب النفر وقبضه 250 جنيه وزنه انا خرب الارض وسيبها بعفشيه. عليها الطلاق من حقها تلعب. ايه؟ مالك مجدد كده؟ مجدد ايه عليا الطلاق؟ انا اللي طلعت فعلا من راجل ضاق. بس المفروض كنت مساكت فاسي ونزلت في ال7 فدادين دول خلصتهم في يومين. ما انت بتخلص ال7 فدادين هنا كانك قادر على الفدان. ومراتك بتزرع في 17 فدان هنا. هي خدت ارض من وراي. ايوه خدت اراضي العزبه بحالها. هي طول عمرها طموحه كده. طموحه بتحب الاجتهاد. امرأتك بقول لك ايه، خش في دغري على طول. امراتك بتخونك يا مغفل. انت بتقول ايه؟ عايز اكلمك كده. اسمع عايز ده حد انت بتقول ايه؟ امراتك كده. اعمل لي بكر بقى هنا. اعمل لي بكر بقى هنا يا فزاع. بتخون مين يالا؟ امراتك بتخونك في دار العيش هنا. دار العيش؟ في دار العيش. محل بسيون. العيش في دار بسيون يا اخويا، كل يوم رايحه جاي، كل يوم رايحه جاي. ده احنا حارسينها من اول باول. لما انت عارف كل واحد برش فينا من العيش والملح اللي بينا. وانا بقول لك عشان العيش والملح كانك بتهزر. بلاش سيره الايه؟ سيره الحريم. عاوز تتاكد؟ عاوز تتاكد ولا لا؟ يا ابني وانا مش عارف مراتي. العينه بيني يا ابني هو انا مش عارف مرات دم مراتي اشرف من الشرف يا اشرف عمر. ما تجيب سيرتها تاني على لسانك. انا بقول لك اهو حاج فزاع ما تعملش عليها ذكر هنا وانت راجل فزاع. انت راجل شرطي. عاجبك كده يا عوضان؟ اسمع بس انت ما انت واخدها عافيه. انت لو راجل بتدفع يعني انت عاجبك الكلام ده يا حاج ابو فياض؟ مراتك بتخونك يا مغفل. الراجل برضه الراجل عذره معاه. الراجل مش متوقع من مراته. يعني انت مصدقه يا عوضان؟ انت راخر. احنا لازم نوركم، لازم نعرفوه. الجار اولى بالشفعه واحنا استحرمناها على نفسنا. هتسودها انت حرمناها على نفسنا. على الطلاق لا نكتلف. وسع يا ابو فياض. ادخلوا خليك الحشفه الزعل اللي التعب من وراه. ده انت ملعوب فيك. اطلع. يقول لك ايه؟ انا عملته حرفيات وخوش. يا عم هنستنوا هنا لما تطلع. انا مش هنستنى لما اخلف مني. مش معاك ولا هتقدر عليا لوحدك. تعالى عشان تبقوا شهور على الجريمه. ماشي. انا مشكلة ونص العارض. بالراحه يا ابني، احنا عارفين الدار دي فيها ايه ولا مش. شبحت يا طبيعي ولا نفتح لك دي؟ افتحيه. خد يا اخويا. كل بس هتزوق. معاك. بس يا حاج يا حاج فين الناقص؟ براها يا حاج فزاع. براها ولابس نظاره كمان. هو فين مسؤول؟ بتعدل الدوم هاي. ايه بخونيني فين مسؤول على انك تلقى طبيعي يا فزاع. ايه؟ جانا نخدمه ونوكله. الصراحه بيسيبوه هنا يطلعوا يسيبوه. خايفه يموت. طب كنت بتقول اتنين براح. ما انا كنت بنسبحه ونظبطه. مالكم مرمومين كده ليه؟ حاجي مسؤول قالوا لي مرات فزاع
يا ابني شوف ايه استني فيها فهمون هو الواد ده ماله ابني بعد ما مراتي ماتت هو تعب وبقى كفيف وبقول لي يابا في واحده بتيجي تخدمني كل يوم بس ما يعرفهاش مين وبعدين انتوا اللي جابكم ولا في ايه انت اللي بتخدميه؟ انا الكلام ده الدنيا كام خير انتوا ليه محترمه انتوا ليه محترمه ربنا هو سوء الظن ده مش هيسيبكم مش هتضربوا انا كنت جاي نكفش مراتي وهي معاك حد استغفر الله العظيم مين اللي جابك كده؟ كلات لا يدعوم استغفر الله العظيم يا رجالي يا رجالي مش شايف شفناها طالعه داخله عليكم وقعدنا نستناكم بالراحه. طب انتوا قولوا لي فاكرين يا رجاله مش لازم كل اللي تشوفوه تصدقوه لازم تتاكدوا الاول فهمتوا ولا ما فهمتوش عشان ما تظلموش حد واحده بتعمل لله انا كنت عرفت اللولي يعني واحده بتعمل لله وانت تيجي تجردها وتجرد في شرفها وتروح تجيب راجلها عشان قال يكفشي وينفع يعني؟ مين منكم كده؟ الواحد بقى في نص هدوء. وبعدين يا فزاع استنى يا حاج بسيوني مش بعدين تبقوا اصحاب ازاي وعايزين خايفين عليك يا ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا حاج بسيوني برضه ما انا من حقي نتمخول طب ما هي في شقتك معلش برضه احنا قلنا كده برضه. وبعدين يا رجاله بدل ما انتوا شايفين مصالحنا في الناس شوفوا مصالحكم بدل ما عينكم على الناس خلوا عينكم في مصالحكم. وانا طبعا احنا عندنا كف في مصالحنا وهي رايحه جايه عليك زي الفرات. احنا شكاية واتقى على الله يا ربيان اتقى على الله يا اخوي ويا حاج بسيوني حاج بسيوني انا غلطت في حقك كل ان انا مشك فيكي وانا عارف اخلاقك يبقى انا راجل برضه كده صح انا استنى يا فزاع بعد اذنك يعني بص يا ستي الكل طبيعي اولا اللي انت عملتيه خير وربنا يجازيك عليه خير بس برضه انا مغيبك في حاجه واحده المفروض كنت قلت الفزاع لان ما ينفعش يعني الرسول قال اتقوا الشبهات فلازم انت يعني حاجه فيها شبهه تبعدي عنه ولا ايه؟ ما انا خفت وقول لي لا يا حاج بسيوني يلا حصل سامح يا حاج بسيوني وابنك هو ابني وربنا يشفي الجميع واهم حاجه ايه؟ انكم خدنا درس من الموضوع ده وخلاص.